من مدينة الزقازيق. احنا النهاردة قدام قصة إنسانية مأساوية، قصة صعبة جدا. الأب وأخوه اللي هو العم متهمين في تعدي جنسيا على طفلتهم اللي عمرها 12 سنة. يعني الموضوع ده حصل في أواخر سنة 2022، إن أب في أول 50 من العمر وأخوه اللي هو العم في أول 30 من العمر تم اتهامهم بفض غشاء بكارة الأب اللي هو عمره تقريبا 50 سنة. الزوجة اتهمت زوجها انه تعدى على طفلته، والبنت ما بقتش عذراء. طبعا كان في محضر وكان في قضية وكان في جلسات وكان في تقرير طب شرعي. تقرير طب الشرعي معانا دلوقتي، هنقول لكم كافة التفاصيل. معانا الأخ أخو الأب والعم هيتكلم معانا عن تفاصيل الموضوع، خصوصا بعد صدور حكم من محكمة جنايات الزقازيق في أول أو تاني جلسة منعقدة في محكمة جنايات الزقازيق بالمؤبد للأب والعم لاتهامهم في القضية اللي هي التعدي جنسيا على الطفلة وفض غشاء بكرتها. تعالوا نتعرف على كافة التفاصيل من خلال العم هنا والأسرة كلها من قرية شبرا النخلة بمركز ومدينة الزقازيق، بمركز بلبيس. تعالوا نتعرف على كافة التفاصيل من الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد معانا، أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب، وكل سنة والأمة الإسلامية في شهر رمضان مبارك. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري كله طيب وبخير وسلام. عايزين نعرف إيه الموضوع. أنت بتقول إن أخوه 2 إخواتي. اتهمتهم مرات واحد فيهم محمد وإبراهيم. اتهمتهم مرات محمد. مرات محمد. بالتعدي على بنتكم جنسيا. بفض غشاء بكرة. الأم قالت كده. هي حضرتك يعني هو الموضوع في البداية ان هي اصلا الام خلت. قول لي خش على الموضوع كده ويوضح لي الام عملت ايه وايه اللي تم. يعني الام حضرتك طبعا كانت عاوزة بتخلص من 2. لا بس من غير ما تقول بتخلص من 2 احكي لي التفاصيل ايه. ما هي التفاصيل حضرتك ان الام خلت الزوج دخل من بره وقالت له انا رحت كشفت على بنتك ولقيتها مش بنت. فجأة الزوج كده خبطته بقلب طوب في وشه، قال لها يا بنتي ازاي انت بتقولي ايه؟ قالت له هو دي مين يا بنتي ومش مين. فحضرتك هنا الزوجة هنا طلعت قالت له ده اخوك ابراهيم اللي عامل قال لها ابراهيم ازاي؟ قالت له هو دي اللي حصل، بنتك بتقول ان ابراهيم اخوك هو اللي عمل كده. فهنا حضرتك محمد اللي هو ابو البنت فضل يدور على ابراهيم واتصل عليه، ابراهيم انت فين؟ قال له بابا، قال له اخويا ده انا في الحته الفلانيه. فراح دخل على ابراهيم ومسكه ضرب. فطب في ايه يا اخويا؟ طب عرفني في ايه. قال له يعني هي ضيقت في وشك ما لقيتش الا بنتي. قال له مالها بنتك؟ قال له عملت كذا كذا. قال له يابا الكلام ده ما يعقلش، ما هي بنتك هي بنتي. قال له البت الاب دلوقتي صدق ان اخوه تمام، اخوه الكبير اللي هو محمد صدق مراته. ايوه صدق مراته حضرتك، وراحوا لواحد شيخ والشيخ قال له يا محمد يا ابني اخوك نضيف، لا عمل حاجه لا مع بنتك ولا مع غيرها. حضرتك ده المشايخ ليها طرقها، يعني ده راجل روحاني وراجل حلو ومبروك، يعني راجل كويس واخده بال حضرتك. انا شخصيا مش هقتنع ان الشيخ يعرف البنت اعتدى عليها الاب او الاخ. ماشي. هنا حضرتك ماشي الشيخ ما يعترفش بيه. انتوا بقى ايه بما انكم انتوا بتصدقوا؟ احنا حضرتك هنا لما هي بصت لقت الموضوع هدي شويه، فقالت له هو انت هديت، هو انت طلمخت على الموضوع ولا ايه؟ هو انت قعدتوا قد ايه يعني عشان يطلمخ؟ قعد يومين. قعد يومين حضرتك، ولما لقت الموضوع هادي لا ما هي حضرتك هنا لما دخلت للزوج وقالت له انت بتطرمخ على الموضوع علشان انت كمان في الدور. فقال لها انا في الدور ازاي؟ قالت له ما البت بتقول انت كمان. قال لها لا يبقى انا كده ابصم بالعشره ان اخويا بريء.
فهنا حضرتك طبعا لما هنا عملت له الشغلانه ديت طبعا اتخانقوا مع بعض مسك المرة وضربها، وطبعا عشان هو عامل عمليه من 3 سنين واخر عمليه كانت رجليه الاتنين مكسرين. كان اتعرض لحاجه حضرتك عمل حادثه مكنه، وادي معايا الاشاعات وادي معايا ورق مستشفى معايا هنا اهوت. واخر عمليه حضرتك عاملها، اخر عمليه عاملها من سنه. دي حضرتك الاشاعه دهيت، وادي التقرير حضرتك بتاع الجامعه. تمام. هنا حضرتك انا لما لقيت الموضوع كبير وفي لغز في الموضوع، قلت يا محمد يا اخويا ايه اللي لغز ايه يعني؟ لغز انت مش متصور ان الزوجه بتتهم زوجها واخوه؟ ما هو هنا انا لقيت فيه حاجه، يعني انا لقيت فيه هنا رجلنا هتيجي في ايدينا هتبقى هنا متلمخه عامله بالدم. احنا قلنا كده عشان احافظ على اخواتي. حضرتك قلنا نمشي الموضوع قانوني. هي حضرتك راحت قعدت بره، هي كانت قاعده في البيت، وطبعا غضبت سبت عيله عندها سنه سبتها ومشيت. طبعا عشان اخويا عاوز يراضي ولاده كبار. ما هو هنا في الفتره الاخيره بعد ما عمل الحادثه كان في مشاكل. ليه بقى المشاكل ليه؟ هو حضرتك يعني احنا ما كناش مخلينها محتاجه حاجه، احنا ما كناش مخلينها محتاجه حاجه. محتاجه ان جوزها يصرف عليها، تحس انه حتى لو بيصرف عليها حضرتك احنا 6 رجاله ولا 7 رجاله، احنا ما كناش مخلين ولا هو ولا هي ولا عياله. هم عندهم كام ولد؟ هو حضرتك معاه 5 ولدين و3 بنات. البنت دي اللي هي حصل اللي هي اتبلت على ابوها بتسليط من امها. البنت دي الوسطانيه عندها 12 سنه، يعني حضرتك طفله، هي لسه طفله، بس هي سوقت سمعتها. وحضرتك معلش يعني هي راحت كشفت عند دكتوره، بلاش داعي لذكر اسمها، والدكتوره كشفت عليها وقالت لها بنتك بكر. ازاي ومش ازاي؟ فالبنت بعد ما اتعدلت فبتقول لها يا ماما اقول للدكتوره الكلام اللي انت حفظته لي. حضرتك الدكتوره قامت فزه من على مكتبها وقالت لها انت بتقول ايه انت وهي؟ قوم اطلعي بره. حضرتك الدكتوره دي جالها اكتئاب وما تفتحش العياده بتاعتها، قعدت 4 ايام ولا 5 ايام من الاكتئاب اللي هي فيه. طب هنا حضرتك انا قولي حضرتك ان انا كذاب، انا راجل كذاب. هنا حضرتك طب ما هو هنا في تقرير طبي. احكي لنا بقى عن المحضر بقى. المحضر حضرتك احنا انا اتصلت على محمد وقلت له يا ابني قابلني قدام مركز بلبيس عشان نروح نعمل محضر، والمباحث هي اللي هتحل لنا الموضوع ده. حضرتك انا لما رحت قدام المركز قعدت ادور على محمد ما لقيتوش. فطبعا فرحت دخلت بطاقتي للحرس وقلت له بعد اذنك انا عاوز اقابل الرئيس. فدخلت للرئيس فخير، قلت له والله انا عاوز اعمل محضر ايه؟ ابراهيم فين؟ قلت له ابراهيم فين؟ يعني محمد حضرتك هنا؟ قال لي ده شيء ما يخصكش، اتصل على تمام حضرتك. فده طبعا عملوا المحضر الام كانت بلغت في المركز. هو انا حضرتك الضابط قال لي اصلا قبل ابراهيم ما يجي هو محمد هناك. الضابط قال لي خلي بالك الست مرات اخوك وبنتها هنا، اتصل على ابراهيم وهاته، احنا عارفين ان هي جايه ترمي بلاها. وقال لي كلام تمام. اوكي، يعني دلوقتي الام راحت تبلغ زوجها المعتدى على بنتها. تمام حضرتك. راحت تبلغ. وجرت التحقيقات معاه. هنا دارت التحقيقات، وطبعا اتعرض على السيد وكيل النيابه. محمد بيكلم السيد وكيل النيابه بيأكد عليه، بيقول له لا انت اللي عاملها. قال له طب وايه حضرتك اللي يعني ايه اللي يثبت لك ان انا ما عملتش حاجه زي كده؟ قال له الطب الشرعي. قال له خلاص حضرتك تبقى مشكورا، حولنا على الطب الشرعي. وفعلا السيد الوكيل حوله على الطب الشرعي مشكورا. والطب الشرعي اهوت حضرتك طلع تقرير من الطب الشرعي اثبت ان البنت بكر، لا فيها خدش لا قديم ولا حديث. طب في تقرير هنا دلوقتي الاول قبل ما ننزل التقرير بتاع الطب الشرعي بيقول ان معرفه الدكتور فلان الفلاني الدكتور عبد البصير الدكتور المجني عليها اللي هي الطفله اللي اسمها سماح بنت اخوك في يوم 20/12/2022، وتأكدوا من شخصها بفحص بصماتها، وتبين ان هي
ما فيش اي مشكله عندها يعني. طيب هنا حضرتك هنا ده دكتور خارجي، هنا الطب الشرعي اهو. هنا الطب الشرعي بقى، وده المصدر اللي احنا بنستخدمه. تمام. هنا حضرتك الطب الشرعي ده معترف بيه ولا مش معترف بيه؟ ده جهة قانونية ولا مش جهة قانونية؟ مفيش اهو. طيب اسم إصابة مشتبهة. هنا حضرتك الطب الشرعي بيقول البنت بكر، لا فيها خدش لا قديم ولا حديث. دي حاجة. مصلحة الطب الشرعي. تمام. هنا حضرتك طبعا انا واجهت لسه من ايام، رحت قابلت الدكتور عبد البصير ده واطلعته على قرار الطب الشرعي. قال لك لا الطب الشرعي ده مظبوط، بس هنا يبقى في حاجه، يبقى الام لما جابت البنت غير بنتها. ده بره بقى في العياده الخارجيه. في العياده الخارجيه. ما انا حضرتك ما انا عشان نفهم حاجه، الطب الشرعي شاف البنت نفسها. الطب الشرعي كشف على البنت وراحت كشفت. طيب هو اكد حضرتك ان البنت هنا البنت هنا بكر الحمد لله، ما فيهاش اي خطوش، واحنا بنحمد ربنا وبنبوس ايدينا وش وظهر. الطبيب اللي بره بيقول انه كشف على بنت ثانيه. هو الطبيب انا لما واجهته قال لي لا الطب الشرعي هنا مظبوط، قال لي لا شكوك في الطب الشرعي. بس هنا حضرتك قال لي يبقى الست جت كشفت على واحده تانية. القضيه نزلت جلسه حضرتك القضيه حضرتك هنا النيابه استأنفت لما خلوا سبيلهم مرتين بعد ظهور الطب الشرعي، وطلعوا والبلد كلها مشكوره. قريه شبرا النخله استقبلت محمد وابراهيم بزفه بالطبل البلدي لبراءتهم. وهنا حضرتك طبعا السيد وكيل النيابه قدم مذكره للمحامي العام، والمحامي العام حولها نزلها جنايات. هنا حضرتك اتحددت لهم جلسة يوم 19 اللي فات ده. وهنا حضرتك طبعا انا جايب محمد وابراهيم على ايدي، والدنيا كلها عارفة ان الحمد لله هم براءة، واحنا قاعدين بره على باب المحكمة مستنيين ان محمد وابراهيم يطلعوا، لان احنا الحمد لله معانا اظهار براءتهم الطب الشرعي. هنا حضرتك بنبص لقينا المحامي بيتصل علينا بيقول ده محمد وابراهيم خدوا حكم يا عم. فانا ببص له وبضحك، يعني بكلمه وبضحك بقول له خدوا حكم ازاي يا عم؟ خدوا حكم؟ انت بتهزر؟ انا قلت ايه يعني؟ هيقول لي مثلا حكم مؤبد. هنا حضرتك انا بحسبه بيهزر، هيقول لي مثلا خدوا سنه سنتين، واخد بال حضرتك؟ الاقي بيقول لي ده خدوا حكم مؤبد. يا عم انت بتقول ايه؟ انا حضرتك انا بقيت واقف قدام المحامين، وكل اللي طالع من المحكمه يبص لي وعمال يضرب كف على كف. المحامين كلها بلا استثناء حضرتك مش مصدق، المحامين كلها مش مصدقه. ازاي يا عم؟ ده القضيه بتاعتكم. انا بتصل على حد من المحامين بقول له حضرتك الامر 1 2 3، قال لي ده قضيه بثلاث ابيض. ده قصده سهله يعني. حضرتك القضيه. طب فهنا حضرتك احنا بصراحه يعني تعبنا، والموضوع ده مش تعب محمد وابراهيم، هم معاهم ربنا جوه، هم خدوا الحكم واتنفذ عليهم، لان احنا اللي مودينهم. يعني شوفي حضرتك لما تكوني موديه انت اللي واخده واحد توديه يتعدم. احنا بنأكد تاني ان احنا بنثق في قضاء مصر. القضاء على دماغنا من فوق، واكيد احنا ورا القضاء وواثقين في قضائنا المصري والعداله في مصر، دي اكيده. احنا ان شاء الله انت عايز تعرض ان انت قلبك مجروح علشان اخواتك، انت بتؤكد حضرتك احنا في حاجه صغيره معلش، يمكن في حد غفلان عن احنا معانا طب الشرعي. الطب الشرعي ده حضرتك معترف بيه ولا مش معترف بيه؟ اكيد الطب الشرعي. طيب انت يعني هنا معلش الحكم على دماغنا من فوق، والقضاء على دماغنا من فوق، احنا ما بنشككش، بس والله ما يرضي ربنا، احنا ما يرضيش ربنا. بس هنا حضرتك المشكله مش في محمد وابراهيم بس، احنا حضرتك هنا المشكله ان اصلا كذا اسره اتفككت. يعني هنا اسره محمد احنا بدل ما في مشكله بنيجي نعالجها بالطريقه وباللطف، احنا هنا فككنا اسره محمد 5 افراد واب وام. مع الام
احنا حضرتك الام خدت عيالها وهجت وما نعرفش عنها اي حاجه. والبنت مش عارفينها فين؟ ما هي حضرتك خدت البنت ومعاها البنت وولدين، وانا معايا بنتين، يعني احنا معانا بنتين منهم البنت اللي هي ايه، اللي هي شافت الام والساكن بيضربوا البنت سماح اللي هي بنت محمد، بيضربوها بالحبل ويكتفوها علشان تقول الكلام اللي قالته على ابوها ده. فهنا حضرتك اصلا احنا ما فيش حد سمع لنا، يعني احنا معلش هي ان كل اللي يسمع برضو بيصور، يعني كل اللي يسمع الموضوع يعني اب واخوه. طب هنا حضرتك حد يعقلها ان اب يجيب اخوه وهما الاثنين يجيبوا بنتهم وفي وقت واحد؟ رجائك ايه من ربنا؟ انا رجائي بطلب طبعا من نقابة المحامين، وبطلب من السيد النائب العام يعيد التحقيق من تاني. احنا بنطلب ونترجى، واحنا في شهر مفترج وشهر كريم، احنا عاوزين عدالة الله، وانتوا اللي بتحققوا عدالة الله، القضاة والنيابة والحاكم، كلكم راع انه كلكم مسؤولين عن رعايتكم، احنا من رعايتكم، حققوا عدالة ربنا. احنا معانا تقرير طبي، والطب الشرعي بيقول حضرتك، انا بوجه رسالتي للنائب العام وبقول له يا سيادة النائب، نرجو من الله سبحانه وتعالى ان انت تعيد القضية والتحقيق من تاني، وصدقني احنا لو حضرتك لو اخواتي اللي عملوا كده احنا مش عاوزين لهم مؤبد، لو اخواتي اللي عملوا كده احنا مش عاوزين لهم مؤبد، احنا عاوزين لهم اعدام. انا اللي بقول لحضرتك واهله، انا اخوك كبير وبالنيابه عن ابوه وامه، بس هنا حضرتك تظهروا براءتنا، وكل من شاهد شهاده زور، والام اللي هي ابتلت بنتها واهلها نفسهم مضرورين، اهل الزوجه ديت اهلها برضو مضرورين، بلت اهلها وبلت ولادها وبلتنا. طبعا لو الاب والعم مدانين فزي ما حضرتك بتقول ان هو هينفذ فيهم الحكم، وانت راضي بقضاء ربنا وحكم القضاء لو مدانين، لكن لو مش مدانين وطبعا الاستشهاد اللي في ايدك دلوقتي والشهاده والدليل حضرتك، انا معايا تقرير طبي، والتقرير الطبي بيقول ان البنت بكر لا فيها خدش لا قديم ولا حديث. طيب احنا الطب الشرعي بتاعنا بتاع بلدنا نعترف بيه ولا مش معترف بيه؟ الام هنا حضرتك دايره في البلد بتقول ان الطب الشرعي ان احنا رشناه. هو الطب الشرعي بيترشى؟ احنا ما عندناش مقدره ان احنا نرشي. احنا ناس كلنا، احنا ناس من المساكين، والله احنا ناس من المساكين وعاوزين عدل الله. احنا عاوزين عدل الله. فين عدل الله؟